بلاء في الأمة يعال. أعطيكم مثالا على ذلك. كنت في السودان منذ أيام وظننت أني سأهبط دولة أدعو فيها مجرد دعوة، لكني رأيت دمارا وفسادا وخرابا أرعبني في اليوم الأول من الوصول إلى الخرطوم. لا أقول إلى الجنوب عند جوبا أبدا، في الخرطوم. حينما وقعت عيني على أسطول كنائس خلف القصر الجمهوري قلت إن البداية فساد. نزلنا في الخرطوم، قيل لنا إن أكبر معرض للكنيسة المصرية في أكبر شارع في الخرطوم. معرض. قلت أنزل أدخل. دخلنا معرضا في الشارع، كتب النصارى من المصريين فقط ملأت الشارع والأناجيل، وفتحت الساوندات والتسجيلات بالأناشيد ليسوع وما أدري من يسوع. إننا نؤمن بأن عيسى نبي رسول من أولي العزم الخمس، لكن لا نعرف يسوعا هذا. المهم الذاهب الآتي القادم المنصرف قف، خذ هداياه، يسوع يحبك، خذ الأناجيل وخذ الكتب مجانا. شباب مصري صليبي، مجموعة كبيرة، ومعهم مجموعة من قساوسة مصر من القاهرة والشرقية. ورأيت قسا من الشرقية يدعى ميخائيل يوسف على سبورة كبيرة في الشارع يدعو إلى التنصير. أين الحكومة؟ أين القيادة؟ أين الشعارات الرنانة؟ أين الخطب الجذاب؟ أين الوعود الخلاب؟ الشريعة الإسلامية، الدين. كذابون، قادة المنافقون أمثال هؤلاء يضحكون على شعوبهم ويبيعون دينهم مقابل حياتهم. ما هذا؟ قال لا تعترض، ممنوع الاعتراض، وممنوع أن تقول عنه أنه مشرك. يأتي هذا من مصر بعصابته لتنصير المسلمين وتقول ممنوع. أي لعب هذا؟ قنوات دينية تغلق، أشياخ يوقفون، دعوة للكنيسة تفتح لها الأقطار والأمصار. أي كذب، أي افتراء، أي لعب، أي غثاء هذا. أتبعون ديننا ونحن أحياء؟ مصيبة. انظروا، رأيت مسخا صليبيا يوزع الأناجيل، فجاءني وقال يا شيخ يسوع يحبك، خذ الأناجيل. أمسكت بالمسخ وقلت له اذهب، لا أعرف يسوعا هذا يا مسخ، اذهب. جرى. وقلت لهم قولوا للجميع، لأن التنصير على الملأ في الشارع بجوار القصر الجمهوري، قولوا لميخائيل أنني على استعداد للمناظرة أمام المسلمين، لأني لما سألت الشباب هناك علمت أن من يدخل النصرانية في اليوم الواحد قرابة 100. والسودان أمن قومي لمصر. خطط ولعب. حوض النيل دمار، دول الحوض دمار. ثم السودان الآن لتقسيمها إلى 4 دول، دولة في الشرق، دولة جوبا، دولة دارفور، دولة الشمال الفقير. انظروا، الرجل قال أناظر أي شيخ،
قالوا فلان، قال لا 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 ولن أقابله. المهم الذي أود أن أقوله إن التنصير اشتد في الشمال، لا أقول في الجنوب، وأخشى إن بقي الأمر على ذلك لعامين فقط ألا يكون في شمال السودان موحد. والله يا جماعة أتوني برجل تنصر وأنا في المعرض، قلت له لماذا كفرت؟ قال لا أنا ولي الشرف تنصرت. قلت له كفرت يا كلب، لماذا كفرت؟ ولا تضحك على رأسي وتقول إن الشيخ درويش. لماذا كفرت يا شيخ؟ قلت له لماذا كفرت يا فاشل؟ تعدى 50 من عمري. قال يا شيخ أنا أفقر خلق الله ولا أجد طعاما لبيتي، وهم يعطونني المال والطعام من عندكم من مصر، من كنائس مصر. ما هذا؟ الكبد يتمزق، الكبد يتقطع. دولة جنوبها في يوم السبت الذي كنت فيه هناك تحمل البنات الصلبان ويمشين استعراضا في الشوارع، والشباب يحملون الصلبان استعراضا في الشوارع. أتحدى أن يخرج مجموعة من الشباب يحملون القرآن وأن يسمح لهم بالمشي سكوتا في الشوارع. ستأتي الدبابات والطائرات ويقال إرهابيون وأمريكا ستبالي.